ليه المطاعم الجديدة مهما صرفت عليها احتمال كبير انها تفشل؟ الفيديو ده مهم جدا وتابع للنهاية مهما كان نوع شغلك. ده بسبب مبدأ مهم جدا أصحاب المطاعم مش بياخدوا بالهم منه، وهو المنيو ماركت فيت، أو مناسبة المنيو بتاعهم لتفضيلات السوق المحيط بالمطعم. تعال أحكي لك حكاية جميلة هتفهم منها أقصد إيه من المصطلح ده. من حوالي شهر جات لي استشارة تسويقية، وجالي أحد العملاء وقال لي بشكل مباشر: أنا عايز أعمل مطعم بس مش عارف إيه الأكلات أو الأصناف اللي لازم أحطها في المنيو بتاعي تحديدا. حاسس بزحمة في الأفكار وتفضيلات الناس عندي مش واضحة. تقدر تفيدني بتكنولوجيا التسويق اللي عندك في إني أحدد منيو جامد يقدر يجيب لي زباين للمطعم الجديد بتاعي؟ قلت له اكيد. قال لي ازاي؟ عرفته الطريقه زي ما هعرفكم انتوا دلوقتي علشان انتوا حبايبي. بس في اداه مجانيه وخطيره لجوجل اسمها جوجل كيورد بلانر، والاداه دي ناس كتير ما يعرفوش عنها حاجه، وهي اقرب للسحر، لكن مش سحر ولا حاجه. هي بس مشكلتها ان اللي يعرفوها المتخصصين بس، ودي تقدر بنسبه 90% تقول لك ايه نوع الاكل اللي بيحبه الناس في المنطقه اللي انت شغال فيها. ومش بس الاكل على فكره، وانت ممكن تستفيد منها في اي مجال انت شغال فيه. كل اللي هتعمله انك هتدخل على الاداه وتكتب هنا المجال اللي انت عايز تعرف الناس بيدوروا على ايه فيه. فعندنا مثلا هكتب له مطعم شرقي، واكتب مثلا اي كلمه تقرب الدنيا شويه زي كفته او شاورما فراخ، وهكتب هنا اللوكيشن او المنطقه اللي عايز افتح فيها زي دي مثلا، وهضغط على الزر ده. هنا بقى هتلاقي كل الكلمات او الجمل اللي بيبحث عنها الناس كتير في المنطقه بتاعتك، وحسب نوع المطعم بتاعك كمان، وحجم البحث الشهري. من النتائج دي تقدر بسهوله تعرف الناس عايزه ايه وبتحب تدور على ايه في المنطقه بتاعتك بمنتهى السهوله ومن غير ما تدفع ولا مليم. سيب جمله معلومات اكتر وهتلاقي رابط الاداه في اول كومنت، ودول ارقام التواصل لاي استشاره اداريه او تسويقيه. وده ليه؟ لاننا مش زي اي حد، واللي بيتابعنا بيكسب كتير.